السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا لاباس، اموركم هانيه والصحه بخير. جيت نشارك معكم روتيني المسائي كما راكم تشوفوا. اول حاجه بديت بها هي لاصوب، حبيت نبدل شويه من الشوربه فريك. من بعدها رحت ندير الحميص، خلطت انا بين الفلفل حار وحلو، حطيتهم في ساشي، من بعد قزمته ودرتهم في البلا تاعهم هذا تاع الفخاره. البنات راح يدير واحد البنه ما شاء الله. اليوم كنت رايحه ندير كراتان، جبت سكالوب تاعي، درت البصله بودر، الثوم، توابل دجاج، فلفل كحل، قزبر وشويه حمار. طيبت السكالوب تاعي. في جهه واحده اخرى كنت قطعت بطاطا دي رونديل، درتهم في الماء. هنا كانت القايله وقت الظهر، صليت روبوزيت والعشيه عاودت دخلت البنات. من بعد جبت المول هذا الصغير، خلاص قيس 2 عباد، درت لا كريم فريش، زدت الطبقه الاولى بطاطا كما راكم تشوفوا، زدت لي سكالوب تاعي راني ستف فيه هكذا باش يجيوني لي كوتي كومبلي قد قد. ومن بعد زدت سكرت الطبقه الاخرى، شوفوا درت قبل الفرماج وسكرت بالبطاطا، زدت لا كريم فريش ودرت الفرماج رابي وحطيته في الفور هكذا باش يتجمر يعني بيان. ومن بعد ديسيديت البنات ندير واحد التحليه كانت ديرها لنا ماما كي كنا صغار، هي سهله يعني وبنينه بزاف. كنت جبت البنات الحليب اطرا مع الفلا نواره تاع الفريز، تحبوا ديروا تاع البنان يعني واش يساعدكم. ومن بعد تزيدوا معاهم 2 مغارف تاع النشا والسكر. انا هنا كثرت، نتوما الا كان ما تحبوش الحلاوه ما تكثروش. كنت حركت البنات بارد حتى يتحرحر هذاك النشا باش هكذا ما يتحرقش كي نحطوه فوق النار. ومن بعد حطيتها هكذا طيب غير ما تغلى واحد 10 دقائق، نحيوها كي شغل تولي واحد لا كريم ثقيله. جيبوا المول تاعكم ولا البلاطو فيه واش رايحين تخدموا. هذاك البسكوي هاني نعدته لكم اللي استعملته انا، كنت شمخته بالحليب وانا درت البنات 2 طبقات باش يجيني يعني بيان نحب البسكوي. وجدت لي لا كريم هذيك، جبت كبيتها فوق هذاك الكاطو، حطيتها تبرد. انا حطيت غير نصف الكميه البنات، النص الاخر حطيته في الكونجيلاتور يبرد. من بعد شوفوا كما راكم تشوفوا في الفيديو راني يعني نعطيكم كلش بالتفصيل. نصف الكميه هذيك اللي قعدت البنات كنت دخلتها في الكونجيلاتور حتى جمدت. كي جمدت جبدتها، جبت معاها شويه لا كريم شانتيي والحليب وطلعتهم باش نديروها طبقه ثالثه. انا البنات هنا يعني درت عيني ميزاني، نتوما تحبوا تكيلوا كيما تساعدكم. درناها طبقه ثالثه. ومن بعد من فوق انا ما توفرتش فرز عندي، تحبوا ديروا الفرز. وهذا لا جولي جبت الماء والفلانواره وزدت عليهم لاغوم تاع الفراز هكذا حتى عقدت، خليتها بردت وزدت كبيتها فوق هذيك التحليه وحطوها تبرد. رايحه تاخذ شويه وقت البنات، يعني دو بريفيرونس ديروها بكري هكذا باه تبرد يعني مليح ولا جولي هذه تحكم روحها. ومن بعد البنات درت بيتزا كما راكم تشوفوا، راه كلش موضح في الفيديو. البنات كنت حطيت واحد المغط في الوسط، ومن بعد درت في الحافه هكذا لاصوص طوماط زيتون وفرماج، نحيت هذاك المغط قسمت على 8 كما موضح يعني في الفيديو، وجبدتهم هكذا تحصلت على الشكل هذا. دهنت بالبيض وزدت شوي سينوج. وهنا الله يبارك راه كان بقات دقائق قبل المغرب. شوفوا يعني الدنيا راهي كالم ما شاء الله. وهذه هي الطاوله تاعي البنات كنت شاركتها معاكم. بسم الله ما شاء الله، وان شاء الله ربي يرزق الجميع واحد، الله لا يحرم واحد من هذه النعمه. درت سلطه خفيفه. شوفوا البيتزا كيفاش جات يعني ما شاء الله. والبنه ما عندي ما نحضر. لا السوب تاني هذا ما كان البنات. ما بقى لي غير نقول لكم لكان عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك واشتراك باش تكبر عائلتنا، والسلام عليكم.